في الإسماعيلية وادي اسمه وادي طميلات. ناس كتير بتقول إنه بوابة العالم التاني. مكان قديم عمره آلاف السنين، كان طريق للفراعنة والرومان والجيوش الغازية. بس اللي محدش يعرفه إن في حاجات لسه عايشة جواه، مستنية مين يفتح الباب. وادي طميلات ده مش وادي عادي، طوله 50 كيلو متر ويمتد من الإسماعيلية لغاية الشرقية. في عصور ما قبل التاريخ كان فرع من النيل، وفي آثار لمدن قديمة زي تل المسخوطة وتل الرطبة. ناس كتير قديمة عاشت هنا، الفراعنة والرومان وحتى قبيلة الطميلات اللي سكنت الوادي وسموه باسمها. المكان ده أصلاً كان طريق للقوافل التجارية وللجيوش، يعني شاف موت وحياة كتير. ياسر شاب 35 سنة وبيدرس الآثار، سمع كتير عن الوادي ده وحكايات الناس عنه. في يوم قرر يعمل فيديو عن المكان، خد كشافه وموبايله وراح هناك في آخر النهار. الجو كان ضبابي خفيف والشمس مغربية. مشي شوية في الوادي ولقى حتة فيها صخور غريبة مرصوصة بشكل مش طبيعي. قرب من الصخور لقى فتحة ضيقة تحت الأرض، نزل فيها. المكان كان ممر قديم محفور في الصخر وريحته غريبة. مشي شوية لقى نفسه في حجرة كبيرة، على الحيطة رسومات فرعونية ورومانية قديمة، وفي الركن كان في تابوت حجري مفتوح. قرب منه حس ببرد شديد، وفجأة سمع همسات من كل حتة، همسات بلغات قديمة مش فاهمها. ياسر حس إن في عيون بتترصده من الظلام. الكشاف بتاعه بدأ يضعف. نور خفيف طلع من التابوت، شاف إيد شاحبة بتطلع منه. جري يطلع من الممر، لقى الطريق اتغير، الممر اللي جه منه مش موجود. لقى نفسه في مكان تاني خالص، أرض واسعة وفي ناس قديمة لابسين هدوم زي زمان، ماشيين في صفوف، محدش بيتكلم. ياسر عرف إنه مش في زماننا، إنه دخل في مكان بين العالمين. واحد من الناس القديمة دي قرب منه، قال له بصوت عميق: أهلا بيك في وادي الأرواح، انت دخلت الباب اللي محدش يدخله ويرجع. هنا عايشين كل اللي مروا من هنا وماتوا، هتفضل معانا جزء من الوادي. ياسر صرخ، حاول يجري، لكن الأرض بدأت تتحرك والناس القديمة بتحيط بيه من كل ناحية. الصبح ناس من الإسماعيلية لقوا موتوسيكل ياسر ومتعلقاته جنب الصخور، لكن هو اختفى. ولحد دلوقتي كل ما حد يقرب من المنطقة دي بالليل بيسمع صوت ياسر بينادي: ساعدوني، أنا هنا معاهم. وبيقولوا إن وادي طميلات مش مجرد وادي، ده باب مش بيتقفل، واللي يدخله ما يرجعش. عجبك الفيديو؟ اشترك في القناة وفعل الجرس وشاركه مع أصحابك، عشان وادي الغموض ممكن يكون قدامك وانت مش واخد بالك.